السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدأ معاكم تجهيزاتنا لشهر رمضان الكريم، وهنعمل معاكم النهاردة فانوس بسيط جدا من الكرتون، ان شاء الله يعجبكم وتقدروا تنفذوه. وعشان يبقى سهل معانا، ده الباترون بتاع الفانوس. هو الباترون كل المقاسات مكتوب عليه زي ما انتم شايفين، بس هنعدل بس رقم 6 سنتي، هنخليه 7 سنتي في الباترونين. وهنبدأ بقى ان احنا نقصه زي ما انتم شايفين كده، علشان يسهل عليا ان انا اقصه على الكرتون. هنجيب قطعة كرتون تكون كبيرة شوية. انا كانت القطعة عندي مش كبيرة، فابتديت اعمله على جزئين. لو القطعة كبيرة هتلاقي الجزء ده كده طلع على بعضه. ببتدي ان انا احط الشكل كده، وابتدي ان انا ارصهم جنب بعض، هيطلع معايا بدوران زي ما انتم شايفينه كده. طبعا انا مش هقف على الكرتونة، سهل قوي ان انا الزقها. بقوم 5 قطع معايا، هبتدي بقى كده ان انا الزق القطعتين دول في بعض. قبل ما انا الزقهم، انا هبتدي ان انا اخد جزء سنتي لجوه في كل وحدة. انا عايزة افرغ كده الوحدة كلها، بس هيبقى الجوانب عندي كل واحدة اشيل منها سنتي. هبتدي ان انا انفذ الخطوة دي في جميع الوحدات اللي معايا. طبعا هبتدي استخدم وانا بقص هنا قطر او مقص زي اللي متوفر عندك، اي حاجة حد اقدر اقص بيها طبعا الكرتون. وطبعا الشغل في الكرتون بيبقى سهل جدا، ومش هياخد وقت معاكي خالص. هبدأ بقى كده ان انا افرغ الوحدة دي، وبعد ما افرغها هبتدي اشتغل على نفس الجزء ده في جميع الاجزاء. اهو انا كده فرغتهم كلهم. هبتدي بقى ان انا الزق الجزئين دول في بعض. ولو الكرتونه كبيره طبعا مش هتحتاج خطوه اللزق دي. بس الكرتونه اللي كانت موجوده عندي مش كبيره قوي انها تكفي كل الوحدات جنب بعضها. انا هنا كده ببتدي ان انا اجزأ الوحدات، افصلها عن بعضها بس مش للاخر، عشان اعرف يبقى ان انا اتنيها. وطبعا هنا استخدامي للكرتون لازم أن يكون كرتون سميك مش كرتون خفيف، عشان الشغل بتاعي يطلع مظبوط. ببتدي بقى اتني كده الوحدات عشان يلف معايا الفانوس. الطريقه دي سهله جدا، ولو مشيتي على الباترون هيطلع معاكي الفانوس مقاساته مظبوطه وشكله جميل في الاخر. طبعا تقدري تكبري او تصغري المقاسات زي ما انت عايزه. المقاسات موجوده عندك، وتقدري ان انت تزودي فيها او تقللي منها. انا هنا هستخدم الرول الليزر ده الذهبي او الفضي. انا هنا هختار اللون الفضي. وفي طبعا شرايط التاب بتبقى صغيره لو عايزه برضو تستخدميها. هبدأ كده ان انا اقص وحدات على قد الجزء ده، وهبتدي كده ان انا الزقه كده بالشمع. هو طبعا في لزق، بس انا بحب اكد عليه بالشمع عشان ما يفكش معايا. بعد طبعا ما الزق كل الوحدات هبتدي ان انا افرغه. انا كنت ممكن الزق الوحدات على بعضها، بس انا عندي فواصل وتنايات، عايزه الفانوس يبقى مرن معايا شويه، فما حبيتش ان انا الزق كل القطع على بعضها، وفي نفس الوقت هيهدر كمان معايا لزق. هبدأ كده ان انا بقى اتني الاجزاء دي لجوه. انا فرغت طبعا الوحده من جوه، سبت فيها حوالي سنتي او ازيد كده عشان اقدر ان انا اتنيه، عشان يبقى كده معايا الفانوس من الوحده نظيفه وما فيهاش اي مشاكل. وتقدري بقى من خلال الفكره اللي احنا هنقدمها النهارده تعمليها مشروع. واحنا لسه اهو رمضان لسه فاضل له شويه، ابدا ان انا اعمل منه كذا فانوس، وابتدي ان انا اعرضهم وابيعهم. صدقوني فكره ومشروع مربح جدا، تقدري تستغليه قبل رمضان ما يهل علينا ان شاء الله. انا هنا جبت البلاستيك ده من بورتفايل، او لو مش عندك بورتفايل هيبقى دوسيه. البورتفايل بس ميزته ان بيبقى البلاستيك بتاعه قوي شويه. لو مش متواجد هيبقى الدوسيه عادي اللي هو فيه اخرام ده. هبدا ان انا كده اجيبه والزق قطع على قد الوحده اللي من جوه، واي لون طبعا متوفر تقدري ان انت تحطيه. ده هيبقى زي الازاز كده بتاع الفانوس معانا. هبدأ كده ان انا اثبته بالشمع كويس، وهبدأ ان انا اغطي كل الوحدات دي. وطبعا ببقى مدية معايا زيادة حوالي سنتي لكل وحدة علشان اعرف الزقه كويس. وده شكله بعد ما لزقت فيه كده الوحدات. هبدأ بقى كده ان انا الزقه في بعضه. هقفل بقى كده الوحدة كلها على بعضها، ويبقى ده كده معايا جسم الفانوس. طبعا لسه القاعدة وقبة الفانوس اثبته بقى كده كويس. وطبعا تقدري تستخدمي مكان الليزر ممكن ستيكر عادي، مش شرط ليزر، اي حاجه واي لزق متوفر عندك. وممكن كمان تستخدمي فوم. دي الجزء الوحده اللي تحت لما حطيتهم جنب بعض اداني الدوران ده، طبعا عشان صغيره فالكرتونه طلعت معايا على بعضها. برضو ابتديت ان انا افصلهم كده عن بعض، وهبدا ان انا الزقهم بقى على بعض زي ما انتم شايفين. هبتدي ان انا كده اقفل من هنا كده برضو بالشمع، وتبقى كده دي الجزء اللي هيبقى معايا من تحت. طبعا النهارده الفانوس اللي معانا ده هنخليه بينور، مش هيبقى فانوس بس كده وخلاص. فطبعا هنحتاج ان احنا نعمل له وحده اضاءه. انا هنا هستخدم وحده الاضاءه معايا شمعه اللي هي الشمعه المضيئه، وتقدري تستخدمي سلك ليد بس المتوفر عندك طبعا تقدري تستخدميه. جبت كده الشمعه المضيئه دي، وابتدي ان انا اخد مقاسها في قطعه الكرتون. القاعده دي خدتها نفس مقاس الفتحه بالظبط
بالظبط. وهبدأ بقى ان انا الزقها في الكرتونة واثبتها كده في الجزء ده، ويبقى انا كده خلصت الاضاءة قبل ما اكمل تقفيل الفانوس من بره. هبدأ بقى كده ان انا اثبتها بالشمع كده كويس، عشان طبعا لما اجي افتح واقفل نور الفانوس ما تتحركش معايا. وبعد كده هثبتها هنا على القاعدة باستخدام الشمع. طبعا كل استخدامي هنا في الفانوس كله شمع، لو عايزة تستخدمي غيرها هتقدري تستخدمي الغيرة، بس بيطول معاكي شوية في اللزق. طبعا بنحاول نقدم فكرة بسيطة وسهلة. الفوانيس دلوقتي بقت غالية، وطبعا الفانوس ده معانا بعد ما يخلص حوالي طوله هيبقى حوالي 30 سنتي تقريبا او ازيد، فهيبقى مقاسه حلو ومتناسب. هنا بقى استخدمت الفوم الاحمر علشان اغطي القبة وقاعدة الفانوس. طبعا تقدري تستخدمي اللون اللي انت تحبيه. قصيت كده وحدات على قد بالظبط مقاس الوحدات اللي انا قصاها فوق وتحت. وهنا كده انا تقريبا ابتديت اخلص تغليف الفانوس من بره. هيبقى فاضل معايا التزيين. طبعا التزيين هو اللي هيظهر كل الشغل اللي احنا عاملينه ده. طبعا برضو هقولك ان تقدري تستخدمي الالوان اللي انت تحبيها وتفضليها. فوانيس رمضان بتحبي الالوان المبهجة، الالوان الزهرة، تقدري تستخدمي اللون اللي انت تحبيه وتستخدمي لونين 3 4 في الفانوس. طبعا ممكن تعملي كل واحدة بلون زي ما تحبي. هبدأ بقى كده ان انا اثبت اخر واحدة معايا اهو، وهبدأ بقى زينه بالاستراس الذهبي. اخترت هنا الاستراس الذهبي اللي احنا عارفينه متوفر في كل المحلات. هبدأ كده ان انا اجيب صفين منه هقصهم، وهبتدي ان انا اثبتهم على كل الجوانب وعلى كل الزوايا. طبعا سهل وبسيط استخدامه. اثبت بالشمع واخد بالي ان الشمع ما يطلعش بره. انا عايزه في الاخر تقفيل الفانوس يبقى معايا نضيف. طبعا لو انت حابه تبيعيه طلعي شغل كويس عشان يبان ان هو زي اللي جاهز بالظبط. زي ما انتم شايفين الفانوس ظهر اهو. هبدا كمان احط على القاعده من تحت. يبقى انا كده خلصت شغل التزيين كله. هيبقى فاضل معايا بس اليد. واتمنى لو عجبكم فانوس النهارده تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. طبعا هنا بقى استخدمت صف واحد في الجزء اللي جوه. انا هلف كده داير ما يدور على الشبابيك كده من جوه. هبدأ كده ان انا احطها كده على الحرف. طبعا هنا صف واحد مش الصفين. هخلص كل الوحدات زي ما انا بوريكم كده دلوقتي، وتعالوا بقى نشوف هنعمل اليد ازاي. خلاص خلصت اهو كل الشبابيك زي ما انتم شايفين. وهبدأ بقى كده ان انا اجيب قطعتين كرتون على شكل دايرة كده، قطرها حوالي 2.5 سنتي، وهبدأ ان انا اغلفها بالفوم الذهبي من فوق ومن تحت. طبعا استخدمت هنا الذهبي برضو عشان يبقى ماشي مع الالوان اللي انا مستخدماها في الفانوس، وحددتهم كده بشريط احمر من الفوم برضو. ودي حلقة ستارة طبعا متوفرة عندنا كلنا. كل الخامات اللي استخدمناها النهاردة متوفرة وسهلة وبسيطة. مش هتشتري بس غير الفوم. وكمان لو مش حابه تحطي الرول الستيكر الليزر تقدري ان انت تستخدمي فوم فضي. يبقى انت كده ما اشتريتيش وما كلفتيش نفسك الا حاجات بسيطه. هبدا بقى كده ان انا اثبتها كده. انا طبعا خرمت الكرتونه وحطيت الحلقه جواها ولزقتها كويس. وهبدا بقى كده ان انا اثبتها من فوق، ويبقى كده حطيت اليد وكده خلص معايا الفانوس. تقدري تعملي نجمه وهلال وتلزقيهم، بس انا بصراحه حبيته بسيط كده، ما حبيتش الزق عليه اي حاجه. الوانه حلوه ومبهجه وسهل، والنتيجه النهائيه تحفه زي ما انتم شايفين. والله كمان الصوره ظلماه. وهنا كده لما نورناه هطفي النور كمان بس مش هيبان في النور. يا رب تكون فكره النهارده عجبتكم، فانوس النهارده عجبكم. انتظروني في فيديو جديد وافكار جديده لرمضان ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.